شيع بعد ظهر اليوم بمقبرة بن عكنون بالجزائر العاصمة جثمان المرحوم الفريق المتقاعد محمد العماري رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي السابق. وكان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد بعث ببرقية تعزية إلى أسرة الفقيد وذويه. التشييع جرى وسط حضور كبير من بينهم أفراد عائلة المرحوم وأقاربه، وكذا مسؤولون سامون في الدولة وضباط ألوية وعمداء وإطارات بوزارة الدفاع الوطني، إلى جانب أعضاء في الحكومة وشخصيات سياسية وعسكرية. وفي كلمة تأبينية أبرز مدير الإيصال والإعلام والتوجيه بوزارة الدفاع الوطني العميد بوعلام ماضي أبرز خصال الفقيد وسيرته الثرية بالأوسمة وشهادات التقدير، عرفانا له بالمجهودات ومشواره المهني الذي قضاه في خدمة الوطن والواجب المقدس. نودعك اليوم بقلوب ملؤها الأسى والألم، يا رفيق الدرب والكفاح، يا من أفنيت عمرك في خدمة وطنك وبذلت لأجله النفس والنفيس. ستبقى مثالا للعسكري المنضبط والقائد الصارم والمواطن المعطاء الذي أثبت قدراته طوال حياته، فاستحق ما تقلده من مسؤوليات عليا بكل اقتدار وجدارة. المرحوم المتقاعد محمد العماري عرف بصرامته وانضباطه، مما أهله لتولي رئاسة وقيادة أركان الجيش الوطني الشعبي. موسى مصطفى باباسة. الفريق محمد العماري أحد كبار مسؤولي المؤسسة العسكرية بالجزائر، من مواليد 7 جوان 39 900 وألف، من عائلة تنحدر من منطقة برج بن عزوز بولاية بسكرة. الصرامة والانضباط سمتان أهلت الفريق محمد العماري لتولي رئاسة وقيادة أركان الجيش الوطني الشعبي لمدة 11 سنة، بداية من جويلية 93 إلى غاية تقاعده شهر أوت 2004. فكان في قلب الأحداث في العشرية السوداء التي عاشتها الجزائر، فساهم بفعالية كبيرة في القضاء على الجماعات الإرهابية. محمد العماري مسيرة عسكرية متميزة، خريج الأكاديمية العسكرية في الاتحاد السوفيتي، تقلد العديد من المناصب والوظائف بوزارة الدفاع الوطني، حيث عين قائدا للمدرسة التقنية للعتاد من سنة 68 إلى سنة 70 900 وألف، ثم قائدا للواء المشاة الميكانيكية، فرئيسا لمركز العمليات بأركان الجيش الوطني الشعبي، ثم رئيسا لدائرة الاستعمال والتحضير حتى نهاية عام 88، ليعين بعدها قائدا للناحية العسكرية الخامسة إلى غاية سنة 89، ويتولى بعد ذلك قيادة القوات البرية حتى أفريل 92 تاريخ تعيينه مستشارا لدى وزير الدفاع الوطني إلى غاية 93، حيث عين رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي، لينهي بذلك مشواره المهني والعسكري في ذات المنصب شهر أوت 2004، ليفارق الحياة بمستشفى طلقة ببسكرة وينتقل إلى جوار ربه عن عمر ناهز 73 سنة. إنا لله وإنا إليه راجعون.